أبطال الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم يا شباب. النهاردة هنحل مع بعض كتاب المدرسة صفحة 58 59 60 61. أشياء صنعت مني كاتبا. أنا عندي أول حاجة في الاختيار هنا معنى الكامنة اللي هي المخفية. أقدر بمعنى أحق، فأعانتها بمعنى ساعدتها. الفكرة الرئيسية يا شباب هتقوله الإيمان بالتشجيع والمثابرة والرغبة طريق النجاح. الفكرة الفرعية الأولى التشجيع والثقة بالنفس بيساعدان على النجاح والمثابرة. الفكرة الفرعية الثانية الرغبة في العمل والإعداد الجيد والاجتهاد سبيل النجاح. الفكرة الفرعية الرابعة الثالثة تأثير كلمات التشجيع من الأستاذ في حب الكتابة. التصويب صح وخطأ. الأولى خطأ لأنه هو لم يكن، بس ما بيقول لك كلمات التشجيع وحدها ساعدت العقاد أن يكون كاتبا، هتقول له خطأ. أيضا اجتهد وثابر صح خطأ. والأخير خطأ ليه؟ هتقول له لأنه لم يكتفي بل جعلها عملا دائما له مدى الحياة. أول واحدة هتقول له الإمام محمد عبده رقم واحد في هنا. هتقول له الإمام محمد عبده اللي قال العبارة عندما اطلع على كراسات العقاد، وقيلت عندما كتب العقاد موضوع تعبير أثناء دراسته، فأعجب به وقال يستحق أن يكون كاتبا في المستقبل. رقم 2 هتقول له هنا أسوان، لأن أسوان كان يقصدها كثير من كبار الزائرين من المصريين وغير المصريين في الشتاء، فكانوا أكثر عددا. للمعلم دور مهم في تشجيع طلابه. هتقول له التشجيع بينمي الموهبة لدى الطالب كما فعل الإمام محمد عبده مع العقاد. دي إجابة السؤال الثالث. السؤال الرابع مستعينا بما درست في مادة الدراسات اذكر السبب اللي يجعل أسوان قبلة العظماء والكبراء من جميع الأرجاء في موسم الشتاء. هتقول له لأنها تتميز بالمناخ الدافئ الجميل في هذا الفصل، وأنها مدينة سياحية بتقع على ضفاف النيل وتضم آثار فرعونية عظيمة، لذلك فهي مزار مهم للعلماء والعظماء من داخل وخارج مصر، يأتون للاستمتاع بجوها. دي إجابة السؤال رقم 4 يا شباب. كده احنا خلصنا صفحة 58. يلا بينا يا حبايبي على صفحة 59. صفحة 59 عندك مكانة يعني شأن. كبير مفردها كبراء، اهي عندك في القطعة الكبراء أو كبار. للتحفيز دور في تحقيق النجاح وضح. هتقوله التحفيز بيشجع الطالب أو الشخص على نمو الموهبة حتى حيث هتقوله حيث شجع مثل الإمام محمد عبده كده لما اطلع على اما اطلع الأستاذ الإمام محمد عبده على إحدى كراسات فقال ما أقدر هذا أن يكون كاتبا بعد. إجابة السؤال رقم ب. رقم ج هتقول له هوايتي المفضلة هي حب القراءة والكتابة، لأنها بتنمي فكري وتزيد ثقافتي، وأحب ممارسة الرياضة لأنها بتمنحني القوة والنشاط، وأهوى الرسم لأنه بيساعدني على التعبير عن مشاعري وأفكاري بطريقة جميلة.
يبقى هوايتي المفضلة هي حب القراءة والكتابة، لأنها بتنمي فكري وبتزيد ثقافتي. طيب هنا يا بطل بيقولك كمل الجدول، هتقوله العبارة الأولى أوافق عليها، لأن القراءة بتنمي الفكر وتكسب المهارات وتطور الأسلوب. الفقرة التانية هتقوله أوافق عليها، لأن هتقوله هنا استغلال الظروف بيساعد في تحقيق النجاح. استغلال الظروف بيساعد في تحقيق النجاح. دي صفحة 59. صفحة 60 يا شباب. صفحة 60 هنا هتقوله كان لمعلم اللغة العربية الفضل في حب العقاد للكتابة. هنا هتقوله لأن هذا التعبير بيبرز أثر المعلم في اكتشاف مواهب طلابه وتشجيعهم تشجيع بسيط ممكن أن يغير حياة الطالب ويقوده إلى النجاح والتميز. أهو يا حبايبي، هنا بيقول لك اكتب فقرة عن العقاد والكتب اللي ألفها. هتقول له هنا تقرير، هتقول له عنوان التقرير الكتب التي ألفها عباس محمود العقاد. المقدمة: يعد عباس محمود العقاد من أعظم كتاب القرن العشرين، تميز بقوة فكره وترك بصمة واضحة في الأدب العربي. ألف العقاد أكثر من 100 كتاب في مجالات متعددة، من أشهرها العبقريات التي تناول فيها شخصيات إسلامية عظيمة مثل محمد وعلي وعمر. وأيضا كتب في السيرة الذاتية، وكتب في الفلسفة كتاب الله، وفي الدين التفكير فريضة إسلامية. دي مؤلفات العقاد. والخاتمة هنقول قدم العقاد إرثا غنيا، وما زالت كتبه مرجعا مهما لكل باحث وقارئ مهتم بالأدب والفكر. دي صفحة 7، دي صفحة 60. يلا بينا على صفحة 61. صفحة 61 الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية. أول حاجة عندي هنا بيقولك استخرج لي الأساليب كلها من هنا الإنشائية وبين الغرض منها. أنا عندي الأساليب الإنشائية شباب كل غرضها جذب انتباه السامع وإثارة ذهنه وتشويقه. والأساليب الاستفهامية ممكن تكون أسلوب نداء، أسلوب استفهام، أسلوب أمر. الأساليب الإنشائية استفهام، نداء، أمر، تعجب، نهي، نفي. أيها الطلاب هتقول له أسلوب إنشائي نداء. ألا تطمحون ده أسلوب استفهام. اجتهدوا أسلوب أمر. ألا تسعون ده أسلوب استفهام. احرصوا أسلوب أمر. احفظوا أسلوب أمر. لا تتهاونوا أسلوب نهي. ولا تتراجعوا أسلوب نهي. كونوا قدوة أسلوب أمر. اجعلوا أسلوب أمر. خلاص، الغرض كله بتاع الأساليب الإنشائية جذب انتباه السامع وإثارة ذهنه وتشويقه. كل الأساليب الخبرية في الفقرة هتقوله فالعلم لا يؤتى ثمره إلا لمن جد واجتهد. ده أسلوب خبري غرضه التقرير. وصلنا نهاية الفيديو، ربنا ينجحكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب. مع السلامة.